يا مساء الخير، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ اكيد ويا هذا السوق اللي يخبل، خاصة هسه احنا مرضى، البيت كليته مريض والله. بنات جبت هنا يعني شلون الكسور مال العظام، سويناها مرقة بيضة تشريبة تجنن أمانة الله. طبعا أنا بنات صراحة رديتها بامية، يعني نخليها، بس عمتي قالت لي ما يصير ويا البامية، هاي يصير مرقة بيضة يعني حتى تقدرون تشربون منها سوق، لأن كليتنا مرضى. المهم من بعد هنا أنا سويته، هنا أنا بنات أريد أروح أني للسوق لأن أريد أروح لأهلي. يعني قبل ما أروح لأهلي شوفوا بنات يقولون حلقوم اللحم مالتي كلش طيب. هنا سوينا ليمون وبصل، يوم يجنن. هسه قلت لعمتي مرة ثانية جيبي لي، هو مو متوفر مو دائما يعني بيهم ياخذونه، بس هي صدفة جابته. مو هنا قصصت بصل وليمون. بناتي هنا أنا رحت للسوق وجيت هنا جبت هذا الاتراك، هذا الآدم كلش حلو، المرة تراك سودات كلش حلوة نازلة. وشي أكيد هذا الإيليا، لازم إيليا مستحيل يعني طب السوق إذا ماكل إيليا. وهذا التراك الحسن، طبعا هذا التراك أنا رجعت بدلته ما راده، ما أدري حس يقول مال بنات ما أعرف شنو. المهم هو بنات هاي بدلة جبتها الليا بنت أختي، جبت لها 200 سفارات، وهذا الباندج مال الشعر. بنات كلش حلوة أغراض البنات أمانة، شغلات البنات كلش حلوة. بنات هنا جبت لي عصا رموش، هنا جبت لي صبغ أشقر رمادي كلش حلو. من بعد جبت لي قراصة، وهاي تكرمون نعالات الجهالي، وطبعا زوجي هماتين جبت له. شوفوا بناتي لنا صبغت شعر، صار الشعر كلش حلوة صارت البدلة مالتي. طبعا ليا لبستها لها. بنات هنا اشتريت لي دشداشة، هاي أول مرة بحياتي طبعا مشتري هيجي لون. بنات هذا اللون النفطي بس كلش حلو أمانة، يعني بالتصوير ظالمة، كاميرا تعرفون بعد كاميرتي يعني كلش مو حلوة تصويرها، بس بالحقيقة يتجنن يعني والله. من لبسته قالوا لي ياكل ويشرب عليه شي كلش حلو. طبعا بي مارون بهذا اللون، قلت هذا خلنا جازف واجيب هذا اللون، هاني اللون هذا ابدا اني ما جايبته. من بعدها بناتي هنا تعرفون كنتور بين مرايه فقبلها واقعد. طبعا هذا يعني نفس اليوم. طبعا هنا إليا شلع قلبي كل شوي دا اسجل صوت وهو يحكي. من بعدها خبطت هنا الصبغ، حطيت بينها صار لوني يجنن. هنا هي اليوم اللي درها اروح بيه الاهلي، انا اروح الخميس العصر او مرات بالليل، لان جهالي صبحي يوم الخميس واني ابدا ما اغيبهم. المهم استغل الفرصه بينهم بالمدرسه اكمل شغلاتي. طبعا بناتي هنا قبل ما افرش الغرفه، يعني تعرفون هاي الفترة كلش أنا صار لها مناشرة فمتراكمة على الفيديوهات، فهذا قبل ما أفرش الغرفة يعني بعد الجو كان كلش زين. المهم هنا انطلقت البيت أهلي، هنا راكبين بالسيارة، وهنا إيليا بحضن أبوه، ورحنا البيت الأهل. طبعا رحت ورجعت هنا. تعرفون أنا قلت لكم جهازي ما أعرف إيش بيه، يعني الفيديوهات متأخرة. يلا حبايبي اشوفكم بخير، باي باي.